السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي اجمل متابعين لقناتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم الحجازيه بطريقه حلوه جدا، اتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله، وتقولوا لي ايه رايكم فيها في الكومنتات. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف وصفتنا عباره عن ايه. اول حاجه هنا انا بحضر الخميره. معايا كيس خميره، حطيت منه معلقتين خميره ونص كوبايه ميه وقلبتهم كويس، وبعد كده حطيت معلقتين سكر وهسيبها بقى تخمر على جنب كده عقبال ما اكمل المكونات بتاعه الحجازيه. هنا بقى جبت بوله كبيره وحطيت فيها كوبايتين دقيق، طبعا دي لازم يكون منخول كويس. يبقى حطيت كوبايتين دقيق وحطيت كمان كوبايتين سميد، السميد بتاع البسبوسه، وحطيت معلقتين سكر وذره ملح بسيطه، وقلبت كده المكونات الجافه مع بعض. وهحط بقى معايا هنا كوبايه سمنه على زيت، انا عامله نص كوبايه سمنه ونص كوبايه زيت. وقلبت كده المكونات كلها بالمعلقه. هنحس في الاول ان القوام عامل زي قوام البسبوسه، بس يعني القوام هو ده القوام المظبوط بتاع الحجازيه. انا لميت العجينه كويس بالمعلقه كده، وكانت الخميره اتخمرت وهحطها فوقيها. وهنا الخميره حطيتها فوق العجينه بتاعه الحجازيه وقلبت كويس بالمعلقه، وبعد كده بقى هلم العجينه بايديا. زي ما انتوا شايفين كانت الدقيق والبسبوسه كانت شرب الخميره، وقعدت كده اعجن فيها شويه بايديا، يعني مش بعجن فيها كتير، هو يدوب بس بلمها بايديا. وهنا كان القوام بقى كويس وبقى حلو كده معايا زي ما انتوا شايفين. وهغطيها بقى بستريتش راب واسيبها تخمر لمده ساعتين، يعني اقل حاجه ساعتين، لو اكتر من ساعتين يبقى احسن. وهنا معايا الحشوه بتاعتها، معايا جوز هند وزبيب وسوداني، وحطيت عليها كوبايه سكر وكوبايه سميد وقلبتهم كويس، ومعايا ربع كوبايه قرفه وقلبت كله كويس كده مع بعضه، وشويه ميه عشان يخلي الخليط متماسك شويه. وقلبت كده كويس زي ما انتوا شايفين. بصوا القوام بتاع الحشوه بقت عامله زي الرمله كده، يعني قوام رمل كده وحلو. وبعد مرور ساعتين، طبعا انا صراحه كنت سايباه يعني اقل حاجه، لو اكتر من ساعتين هيبقى افضل. قسمت العجينه بالنص، اخدت اول جزء وفردته كويس جدا في الصينيه البايركس. زي ما انتم شايفين لازم نضغط كويس ونخلي السمك مظبوط. وبعد كده بقى حطيت عليها الخليط اللي هو الزبيب وجوز هند والسوداني والسكر والسميد، وفردت الكميه كلها كده. لازم طبعا نظبط الحواف، ما تخليش الحواف تطلع بره معاكي عشان ما تتحرقش في الفرن، لو طلعت بره ممكن تتحرق، فلازم نظبط الحواف كده. وده النص التاني بتاع العجينه انا فردته على كيسه عشان ما تلزقش في الرخامه، عشان اعرف انقلها كمان على الوش بتاع الحجازيه. وبالنشابه كده قعدت افرد فيها كويس زي ما انتم شايفين، اخدتها بالكيس وحطيتها على وش الحجازيه. طبعا لازم خطوه الكيس عشان نعرف ننقلها. والزوايد كنت بشيلها كده بالسكينه، ولو اي حته باينه معايا كنت بحط بيها على العجينه على اي حته باينه. وظبطت الوش كده زي ما انتم شايفين، وبططتها كده كويس وبقت مظبوطه اهي معايا. وهقسمها بقى قبل ما ادخلها الفرن، لازم اقسمها قبل ما تدخل الفرن. قسمتها كده بالطول، وبعد كده بقى هقطعها مثلثات بالورب كده زي ما انتم شايفين. هي دي اصلا التقطيع الصح بتاعت الحجازيه. وبس كده، ودخلتها على فرن درجة حرارة 180، قعدت معايا دوب نص ساعة، وطبعا بنراقب السوا بتاعها، ولو ما اخدتش لون ممكن تشغلي الشواية، حاجات بسيطة. وكانت تحفة جدا وجميلة ومرملة، واتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل فيديو جديد بنزله ان شاء الله. والقاكم في فيديو جديد تاني، ومع السلامة.